السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة يوميات عادل معاشات. يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك ودوسوا لايك فضلا وليس أمرا. بيقول إيه؟ أمي مرة قالت لي حكمة ماشي بيها طول حياتي. قالت أمي إيه بقى؟ لا خالك أبوك ولا عمك أبوك ولا صاحبك أخوك. الناس يا ولدي حيطة مايلة، إن يوم تميل هيوقعوك. عشمك في ربنا تلقى العشم كسبان، كل اللي اتعشم في البشر طلع خسران. وإن كنت زارع فدادين عشم في الناس، فالناس أرض بور ما بتطرحش غير خذلان. باب اللي اتقفل بالقصد اوعى تهوب يمته، والقلب اللي خانك قصد رجلك تعكس ناحيته. عزيز النفس أهون عليه يموت وحيد ولا إن يقول لناس تمشيله في سكته. عاتب اللي يستاهل عتابك ولا تهون عليه يوم دمعتك. وامشي لناس أصيلة تقدر خطوتك، وازرع الخير ويكون مصيره كبير. في كل ناحية تيجي في سكتك، وما تنساش رد الجميل، لا من العويل ولا الأصيل. محدش يرد الجميل ولا من العويل ولا الأصيل. لا من العويل ولا إلا الأصيل. ربك هيحدف نور عليك تنور عتمتك، وتلقى الخير كتير يجيك من كل ناحية في دنيتك. تبات مظلوم ولا إنك تبات يوم ظالم. ربنا بيخلص حقوق الناس ويرد المظالم. دنيا فانية ما بتحبش غير اللي غاويها وشاريينها، وتلقى سكنها متبيتين فيها، سكانها متبيتين فيها، تلقى سكانها متبيتين فيها، وتلاقي بلاويها مصاحبة الناس اللي بايعينها. أكرتها متر في متر، وحتة قماش بيضة ما هياش دايما لحد يا ابني. والله ما هياش زيطة، كاس بيلف على الناس بترتيبه وبميعاده، لا بيأخر ولا بيقدم، جاي بالدور على عباده. دي كلمات الأستاذ ماجد عبده، حبيت أقراها لكم من موقع اسمه حكاوي صلاح جاهين. ماشي، تكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.